السلام عليكم. الو السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل. الو. الو. وياك حبيبي. حياك الله. سني ام شيعي؟ لا انا شيعي. شيعي من اتباع عبد الله بن سبأ اليهودي ولا علي رضي الله عنه؟ لا انا علي اكيد. طيب ممكن اسالك سؤال؟ تفضل. ما هي عقيدتك؟ من هو وصي النبي صلى الله عليه وسلم؟ وصي النبي؟ نعم. اكيد علي. متأكد؟ نعم. طيب وصي النبي علي. ما هي عقيدتك في أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم؟ كما قال علي انهما، يعني مش كما قال علي، كما قال علي ان هم ليسوا مسلمين، صح؟ لا هم مسلمين بس ليسوا على الحق، على ضلال. اذا كما قال علي انا اقول شو يقول علي انا وياه. طب الامام علي كان يحبهم ولا يبغضهم؟ الامام علي بدون خوف مني. يقول عليهم آثمان غادران، هل يحبهما؟ طيب جميل. واللي يحبهما كافر. طيب ما رأيك أن نقول الرواية التي جاءت في كتاب الكافي وقالها علاء المهدوي وأمير القريشي وياسر الحبيب ووكلاء السيستاني أن الإمام هو رب الأرض، فعلي ربنا وليس بمعنى هو الله، فعلي ربنا بمعنى ليس هو الله. منو يقول هذا؟ علاء المهدوي. اعطيني خلينا نسمع دليل. والله شغلناه كتير، يمكن انت جاي في الحلقه في الاخر. هادي الربيعي انت ترى ان الذي يقول ان علي ربنا هو كافر، ربنا يعني بمعنى سيدنا هو كافر، صح؟ انطيك بالدليل ان ربنا هو علي. يعني عندك يعني علي هو ربنا. طب ما انت بتقول مين اللي قال كده ليه؟ خلاص علي ربنا. اقول لك لا بلاش، خلاص مش عايز دلوقتي تقول لي. ضيفنا الشيعي سألته سؤال وقلت له انت من اتباع عبد الله بن سبأ اليهودي ولا من اتباع علي بن ابي طالب؟ قال لي لا انا من اتباع علي بن ابي طالب. سألته 3 اسئله وسقط في الفخ. السؤال الاول من هو وصي النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لي علي بن ابي طالب. عقيدتك في ابو بكر وعمر وعثمان كفار، او كما قال الامام علي انهم على ضلال، وان من يحبهم فهو على ضلال. ده رقم 2. علي اللي قال كده، علي اللي قال ما حدش يحبهم، ماشي، علي اللي قال للشيعي ده كده. رقم 3 علي ربنا يوم القيامه. قال لي نعم واجيب لك دليل. تعالوا اثبت لكم من كتب الشيعة باسانيد صحيحه ان ال3 عقائد اللي انا قلتهم دول دلوقتي عقائد عبد الله بن سبأ اليهودي، وهو اللي وضعها لضيفنا الشيعي. ده كتاب المقالات والفرق للقمي يقول: وحكى جماعه من اهل العلم في صفحه 20، وحكى جماعه من اهل العلم ان عبد الله بن سبأ اليهودي اسلم، أن عبد الله بن سبأ كان يهوديا فأسلم وولى عليه، وكان يقول هو لا يهوديته في يوشع بن نون وصي موسى. ما كان يهودي، كان بيقول يوشع وصي موسى. بهذه المقالة فقال في إسلامي بعد وفاة رسول الله في علي بمثل ذلك. يبقى أول واحد قال علي وصي محمد زي ما يوشع وصي موسى هو مين؟ هو عبد الله بن سبأ اليهودي. وده أول كتاب من كتب الشيعة. خلونا نأخذ الكتاب الثاني، العقيدة الثانية، عقيدة اللي سألته عليها حول صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إيه رأيك في أبو بكر وعمر وعثمان؟ قال لك كما قال الإمام علي ومن يحبهم وما شابه ذلك ويبغضهم. ده كتاب فرق الشيعة لنوابختي، حسن بن موسى النوابختي، في صفحة 57 و58 قال: السبائية أصحاب عبد الله بن سبأ، وكان ممن أظهر الطعن على أبي بكر وعمر وعثمان والصحابة وتبرأ منهم، وقال إن عليا أمره بذلك. نفس ما قول ضيفنا الشيعي، علي اللي قال فيهم ذلك، وعلي قال لنا كما قال الإمام علي من أحبهم فكذا وكذا، الرواية اللي كان بيقولها لكم. فأول واحد قال بالكلام ده مين يا شيعي يا موالي؟ عبد الله بن سبأ اليهودي. وعبد الله بن سبأ اليهودي قال إن علي أمره بذلك. نفس الشيعي اللي معانا دلوقتي اللي قال لك علي أمره بذلك. فأهو وكان ممن أظهر الطعن على أبي بكر وعمر وعثمان والصحابة وتبرأ منهم، وقال إن عليا أمره بذلك. فقال سيدنا علي رضي الله عنه هو اللي أمره بذلك. يكذب على علي رضي الله عنه. وحكى جماعة أن أسلم وولى علي، وكان يقول اللي احنا نقلناها دلوقتي أهو.
بص، وهو اول من اشهر القول بفرض امامه علي. يبقى دي العقيده الثانيه. العقيده الاولانيه ان علي ايه ايها الاكارم، ان علي وصي النبي صلى الله عليه وسلم، اثبتناه من كتب الشيعه ان هو عبد الله بن سبأ اليهودي لقلبه. العقيده الثانيه تكفير الصحابه ابو بكر وعمر وعثمان. العقيده الثالثه ان علي ربهم. حتى الشيعي دلوقتي قال لي علي ربنا. نعم، تحب اعطيك دليل؟ انطيق الدليل على ان علي ربنا. طب مين اللي قال ذلك؟ من الذي كان يعتقد بذلك؟ شوف من كتب الشيعه، لا ناتي بشيء من عندنا. في كتاب الغلو والفرق الباطنية حسن الكشاني ومجتبى الاسكندري قال روى الكش في صحيحي بص، حقيقة ما نسب إلى ابن سبأ من دعوى الربوبية في علي، ادعى الربوبية في سيدي ومولاي علي بن أبي طالب. روى الكش في صحيحه. سمعت أبي عبد الله يقول لعن الله عبد الله بن سبأ ادعى الربوبية في أمير المؤمنين. يبقى أول واحد قال علي ربنا وادعى الربوبية وسيدنا علي حركوا كما أنتم تقولون يا شيعة هو عبد الله بن سبأ اليهودي. فأشكرك يا ضيفنا الشيعي على أنك أثبتت لنا. بعد صورة كانت تدري لو لا إيش؟ ما يعطي مجال يحكي. معاك اهوت، معاك تفضل. ايش رايك في الوثائق اللي عرضتها؟ صار لك 5 دقائق ما اعطيت، صار لي ساعه احكي ما سمعت. ما انا بس كنت بوقعك في الفخ يا سماحه الشيعي، وقلت لك علشان تسقط بالعقائد اللي عبد الله بن سبأ اليهودي اثبتها لكم وانتم اخذتموها، وكل اللي انا جبته لك دلوقتي من كتب الشيعه. انت اسمك ايش؟ لا تكتب الصوت يا عم، بالراحه عليك، ما تعصبش يا سبئي، بالراحه عليك. مش انت لسه قايل ان علي ربكم؟ مش انت لسه قايل علي ربنا؟ ما تعصبش، احنا بنبين لك وانت موجود وهذا التصوير شاهد. بالراحه عليك، بالراحه بس ما تعصبش. اتفضل. لا تكتم الصوت، لا تكتمه. طيب حاضر يا عبد الله بن سبأ، يا اتباع عبد الله بن سبأ، ايه رايك؟ جبت لك ال3 عقائد اللي سالتك عليهم، طلع عبد الله بن سبأ اللي قالهم. والله بحشاك ما اشتري باي واحد بقندره غير علي. ايش؟ اول شيء اعطيك دليل انه علي ربنا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا صاحبي السجن اما احدكما فيسقي ربه خمرا هل الله يشرب الخمر؟ ايوه ربه يا غبي اللي هو سيده هنا. لكن انت اما تقول علي ربنا يوم القيامه، ازاي علي هيبقى سيدنا يوم القيامه؟ يعني اما دلوقتي علي رب الارض لله ملك السماوات والارض، اما تقول لي علي ربنا يوم القيامه، رب الارض في القران هو الله تبارك وتعالى. لكن هذا اما احدكم فيسقي ربه خمرا اللي هو سيده، اللي هو الملك ولا العزيز اللي كان عنده. لكن دي مالها ومال ان علي ربنا بقى؟ هات لي الدليل. يعني انت علي ربك الان؟ قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي. على تفسيرين، ان الله سبحانه وتعالى، وتفسير ان هو سيده. بس انا عايز اعرف دلوقتي، كان حي العزيز، كان حي اما احدكم فيسقي ربه خمرا، والايه اللي انت جبتها ديت في التفاسير ان هو الله سبحانه وتعالى احسن مثواي، والبعض قال من الرب اي من السيد. لكن فين علي سيدنا علي ربنا دلوقتي؟ كيف كان العزيز حي وكان موجود؟ علي ربك الان ولا الامام المهدي اللي ربك؟ اتفضل. شلون؟ علي هو ربك الان ولا امامك الثاني عشر هو اللي ربك؟ علي ربي والحسين ربي والحسن ربي كما ان والله هي دي بقى الايه اللي تنطبق عليك. ارباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار؟ يا سبئي ارباب متفرقون، الحسن ربي وعلي ربي والحسين ربي، ارباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار؟ ايها السبئيه، ايها المجرمون، يا عبدة علي رضي الله عنه وعبدة الائمه. إلا فضحك فضيحة. إلا فضحك فضيحة، تفضحني بإيه؟ شايفني بعبد أرباب زيكم؟ روح يا قذر، روح. خلاص أعصابه ثابت. السبئي أعصابه ثابت خلاص، هيبدأ يشتم وهيبدأ يسب. شفتم؟ يعبدون آل البيت، يعبدون. لذلك كان واحد نصراني بيقول لك ايه يا عم، اخرج من النصرانيه من عباده الاب والابن والروح القدس لعباده 12 رب. ارباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار؟ اما الايه اللي انت جبتها ربي اي هنا بمعنى سيدي. لكن لما اقول علي ربنا يوم القيامه، كيف يكون علي ربنا يوم القيامه ايها السبئيه؟ كيف هذا؟ اسمع ايها الشيعي، اسمع. علي بن ابي طالب ان لم يكن قبره في النجف فهو قبره في نفوسنا، وعلي بن ابي طالب ربنا يوم القيامه. علي بن ابي طالب ربنا يوم القيامه. واكد علي بن ابي طالب عليه السلام ربنا يوم القيامه. جميل. هل بقى علي بن ابي طالب هو رب النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا سبئيه؟
رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل يا سبائية؟ قلت لكم عقائد عبد الله بن سبأ اليهودي أخذوها من عبد الله بن سبأ اليهودي. كان معكم أحد السبائية عابدي علي بن أبي طالب والأئمة من دون الله. أقل ما تفعله الآن بعد هذا الفيديو أن تضغط إعجاب وتشارك رابط الفيديو، ولا تنسى أن تشغل الإشعارات كي يصلك كل ما هو جديد.